هل حصل قبل كده انك كنت قاعد قدام كتاب الانجليزي او بتحضر درس وحاسس انك مش فاهم حاجة خالص؟ حصيلتك اللغوية قليلة وكل شوية الكلمات اللي بتحفظها بتطير من دماغك. الاحساس ده اكيد محبط وبيواجه ناس كتير. تصور انك تقدر من خلال الطريقة اللي هوريها لك دلوقتي تقدر تحفظ آلاف الكلمات بطريقة سهلة وسريعة. الطريقة دي سحر، وشوف بنفسك. كلمة ديب. كلمة ديب معناها عميق، وأحسن مثال ممكن يعبر عن معنى كلمة ديب هو لما يكون في حفرة عميقة جدا أو غويطة جدا. ومفتاح كلمة ديب هو ديب اللي هو الذئب، وبكده يبقى مفتاح ديب إيه؟ أحسنت، ديب الذئب. وعشان تربط كلمة ديب عاوزاك تبص على الصورة دي، هتلاقي ديب واقع في حفرة عميقة جدا ومش عارف يطلع منها بسبب عمقها. وبكده نكون ربطنا بين ديب عميق وبين ديب الذئب. كلمة دونت. كلمة دونت معناها يتبرع، وأحسن مثال ممكن يعبر عن معنى كلمة دونت هو لما يكون في حد بيتبرع بدمه لحد تاني. ومفتاح كلمة دونت هو دونت اللي هو حلوى الدونت المعروفة، وبكده يبقى مفتاح دونت إيه؟ أحسنت، دونت حلوى الدونت. وعشان تربط كلمة دونت عاوزاك تبص على الصورة دي، هتلاقي حلوى الدونت في المستشفى وبتتبرع بدمها لحد. وبكده نكون ربطنا بين دونت يتبرع وبين دونت حلوى الدونت. كلمة هول. كلمة هول معناها خرم أو ثقب، وأحسن مثال ممكن يعبر عن معنى كلمة هول هو لما يكون في حاجة مخرومة زي إزازة مخرومة مثلا. ومفتاح كلمة هول هو أبو الهول اللي هو تمثال أبو الهول المعروف. وبكده يبقى مفتاح هول إيه؟ أحسنت، أبو الهول. وعشان تربط كلمة هول عاوزاك تبص على الصورة دي، هتلاقي تمثال أبو الهول مخرم من كل حتة كأنه إزازة مخرومة. وبكده نكون ربطنا بين هول خرم أو ثقب وبين هول أبو الهول. كلمة فيل. كلمة فيل معناها حجاب أو طرحة. عارف انت الحجاب اللي بتلبسه المرأة المسلمة أو طرحة العروسة؟ هو ده معنى كلمة فيل. ومفتاح كلمة فيل هو فيل اللي هو فيل أبو زلومة. يبقى مفتاح كلمة فيل ايه؟ أحسنت، فيل. وعشان تربط كلمة فيل عاوزاك تبص على الصورة دي، هتلاقي فيل لابس حجاب وبيعمل بإيده حرف الفي علشان تفتكر إن فيل بالفي مش بالإف. وبكده نكون ربطنا بين فيل حجاب أو طرحة وبين فيل. كلمة مارش معناها مستنقع. عارف انت لما يبقى فيه مية متجمعة وتعمل زي بركة كده بتكون حاجة اسمها مستنقع، وهو ده معنى كلمة مارش. أو مفتاح مارش مارشميلو. مارشميلو اللي هو حلوى المارشميلو. يبقى مفتاح كلمة مارش ايه؟ أحسنت، حلوى المارشميلو. وعشان تربط كلمة مارش عاوزاك تبص على الصورة دي، هتلاقي مستنقع مليان بحلوى المارشميلو. وبكده نكون ربطنا بين مارش مستنقع وبين مارشميلو. تعالى بقى نتأكد إنك حفظت الكلمات دي للأبد. أنا هقولك الكلمة بالإنجليزي وهسيبك 5 ثواني وإنت تقولي على معناها بالعربي. مستعد؟ يلا نبدأ. كلمة ديب معناها إيه؟ أحسنت، عميق. كلمة فيل معناها إيه؟ رائع، حجاب أو طرحة. كلمة هول معناها إيه؟ أيوة صح، ثقب أو خرم. كلمة دونت معناها إيه؟ يا ولد، معناها يتبرع. كلمة مارج معناها إيه؟ إيه الجمال ده؟ معناها مستنقع. شفت بقى؟ أديك حفظت الكلمات في ثواني. ومش بس كده، انت دلوقتي مستمتع جدا
وده هيضمن إنك هتكمل لحد ما توصل لتفوق. تخيل ان كل كلمة جت في امتحانك انت عارفها، وده اللي هيتم تحقيقه من خلال موقع مربوطة اللي مش بس مصمم عشان يساعدك في الحفظ، لا ده فيه كل حاجة انت محتاجها، كلمات منهجك الدراسي اللي بتيجي في الامتحان، واشهر 5000 كلمة مستخدمة في اللغة الانجليزية اللي تم اختيارها بناء على تكرارها في امتحانات الثانوية. يعني حفظك للحصيلة دي هيكون كافي انك تشوف امتحان الانجليزي كأنه مكتوب بالعربي، وده هيخليك تجاوب بثقة وبدون اي توتر. ما تضيعش وقتك، سجل بياناتك دلوقتي في اللينك اللي هسيبه لك تحت عشان نقول لك على خطة تناسبك.